بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده في قناه تالا كرافت اند كروشيه. معاكم هاجر صالح. نبدا حلقتنا بذكر الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. هنشتغل مع بعض النهارده شنطه حلوه قوي كيوت كده للبناويت، تنفع ان احنا نديها لهم توزيعات في العيد، تنفع ان هي تبقى شنطه كمان لطقم العيد بتاعتهم. الشنطه سهله وبسيطه، اتمنى ان هي تعجبكم باذن الله. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم النهارده تعملوا لايك عشان تشجعوني وتسيبوا لي رايكم في الكومنتات. تعالوا نشوف الخامات الادوات اللي هنشتغل بيها النهارده ونشوف الشرح على طول ونبدا ونقول بسم الله. بالنسبه للخيوط والخامات اللي هنشتغل بيها النهارده ان شاء الله، انا اشتغلت بخيوط الليزا كوتون جولد، اشتغلت على فتلتين واشتغلت معاهم ابره كروشيه مقاس 3.5. طبعا بنحتاج مقص وابره تنظيف. انت ممكن تشتغلي باي خامات متاحه عندك تكون مناسبه. اول حاجه دلوقتي انا هعمل دايره سحريه، وهدخل بالابره كده هسحب خيط وهطلع 3 سلاسل ارتفاع، 1 2 3 دول كده معايا بمثابه اول عمود، وهدخل جوه الدايره السحريه دي وهشتغل جنبها 11 عمود عشان يكون عندي الاجمالي 12 عمود بلفه. انا كده ده كده اول عمود، ادي كده التاني، التالت، 4. طبعا للناس المبتدئه وانا بشتغل جوه الدايره السحريه لازم العمدان بتاعتي او الغرز بتاعتي تكون تحت يعني الخيط ده اعدي عليه كده وانا بدخل جوه الدايره، عشان ده اللي بسحبه في الاخر وبقفل بيه الدايره السحريه بتاعتي. فانا لو وقعته في وسط غرزه من الغرز، يبقى انا كده اما اجي اقفل الدايره في اخر السطر مش هتتقفل معايا. تمام كده، هكمل ال 12 غرزه ونرجع نكمل. كده انا خلصت اول 12 عمود عندي في السطر. دلوقتي هقفل الدايره السحريه بتاعتي، هسحب الخيط كده عشان اقفل الدايره السحريه. تمام، يعتبر كده السطر الاول معايا خلص. عشان اقفل بقى السطر ده هقفل بغرزه منزلقه في راس ثالث سلسله من سلاسل الارتفاع. يعني انا كده هاجي عند ثالث سلسله من سلاسل الارتفاع وهدخل بالابره واسحب غرزه منزلقه. كده السطر الاول معايا خلص. عشان اعمل السطر الجديد هطلع 3 سلاسل، 1 2 3، ودول كده هحسبهم معايا اول عمود في السطر. السطر ده هيبقى عباره عن تزايد في كل الغرز، يعني كل غرزه بتقابلني هشتغل فيها 2 عمود. احنا زي ما قلنا كده ده يعتبر اول عمود معايا في السطر، هاجي تاني كده جنبه في نفس المكان وهعمل عمود تاني. يبقى انا كده عندي عمودين في اول غرزه. همشي السطر كله بنفس الطريقه، كل غرزه هتقابلني هشتغل فيها غرزتين عمود عشان اعمل تزايد في السطر الجديد بالشكل ده كده. وانا شغاله كده باخد طرف البدايه ده بقفله معايا جوه الشغل، وهكمل السطر لحد الاخر بنفس الطريقه. كل غرزه هتقابلني هشتغل فيها غرزتين عمود بالشكل ده كده. اخلص السطر لحد الاخر وارجع لكم. خلصت كده السطر التاني بنفس الطريقه زي ما قلنا، كان تزايد في كل الغرز اللي عندي. دلوقتي هقفل بغرزه منزلقه في راس ثالث سلسله من سلاسل الارتفاع، هسحب كده واقفل بغرزه منزلقه. تمام، السطر الجديد هطلع برضو 3 سلاسل ارتفاع، 1 2 3، ودول هحسبهم معايا اول عمود في السطر. مش هشتغل جنبهم اي حاجه، واروح رايحه على الغرزه اللي بعدها على طول وهشتغل فيها تزايد. هعمل غرزتين عمود في نفس المكان، اخد لفه على الابره كده، والغرزه اللي بعدها اشتغل فيها غرزتين عمود، 1 والعمود التاني في نفس المكان. تمام، وبعد كده الغرزه اللي بعدها هشتغل فيها غرزه عمود واحده بس، والغرزه اللي بعدها هشتغل فيها تزايد. طبعا زي ما احنا شايفين احنا دلوقتي بنشتغل بتزايد الدايره العادي خالص. السطر التالت ده بيكون عباره عن غرزه مفرد وغرزه تزايد. تمام، واحده فيها عمود، واحده فيها 2، واحده فيها عمود، واحده فيها 2، وهكمل بنفس التسلسل ده لحد اخر السطر. غرزه فيها عمود واحد بس واللي بعدها فيها 2، وهكذا. اخلص السطر وارجع لكم. خلصت كده السطر التالت، ودلوقتي هبتدي ان انا هقفل السطر التالت. بس وانا بقفل السطر التالت هغير معايا اللون، فهنشوف هنغير اللون ازاي من غير ما نقص الخيط. هدخل كده برضو زي ما بدخل بقفل الشغل بتاعي في تالت سلسله من سلاسل الارتفاع. دخلت بالابره كده، هسحب بقى الخيط الجديد، يعني بدل ما هطلع بالخيط القديم لا هطلع باللون الجديد من هنا ومن هنا. وهاجي من ظهر الشغل وبربط الغرزتين دول مع بعض، طرف الخيط القديم والطرف الجديد.
دلوقتي همسك بقى الخيط الجديد وابتدي ان انا اشتغل بيه. هطلع هنا 3 سلاسل ارتفاع وهحسبهم معايا اول عمود في السطر، 1 2 3. هاجي في نفس المكان اللي انا طلعت منه ارتفاع هرجع وهعمل فيه غرزة عمود. يعتبر انا دلوقتي عملت معايا 2 عمود في نفس المكان، طلعت 3 سلاسل ارتفاع بمثابة اول عمود في السطر، واشتغلت جنبه تاني غرزة عمود. بعد كده هعمل غرزتين سلسلة، هروح رايحة على الغرزة اللي بعدها على طول وهشتغل فيها 2 عمود. هدخل بالابرة كده وهشتغل هنا 2 عمود، العمود الاول والعمود التاني في نفس المكان. تمام، انا كده يعتبر كونت زاويه. انا ببتدي احول الدايره بتاعتي لمربع، يبقى انا كده كونت معايا اول زاويه. تمام تمام كده. بعد ما كونت الزاويه، الغرزه اللي بعدها على طول هشتغل فيها غرزه عمود. يبقى الغرزه اللي بعدها على طول هشتغل فيها غرزه ايه؟ غرزه عمود. تمام، الغرزه اللي بعدها هشتغل فيها غرزه نص عمود. تمام، الثلاث غرز جايين هشتغل في كل واحده غرزه حشو. ادي كده اول غرزه هتقابلني حشو، اللي بعدها فيها غرزه حشو، واللي بعدها فيها غرزه حشو. تمام كده لحد دلوقتي. طيب الغرزه اللي بعدهم هشتغل فيها غرزه نص عمود. تمام، الغرزه اللي بعدها هشتغل فيها غرزه عمود. تمام، انا كده بكون الضلع. الضلع بتاعي اشتغلته ازاي؟ احنا خلاص ملناش دعوه بالزاويه. اشتغلت عمود، بعدين نص عمود، بعدين 3 غرز حشو، ارجع اعكس بقى نص عمود عمود. تمام، دلوقتي هاجي اكون هنا كده زاويه تاني. اول غرزه كده هتقابلني هشتغل فيها 2 عمود. ادي كده العمود الاول، في نفس المكان هرجع واعمل عمود تاني. تمام، بعد كده هعمل سلسلتين. الغرزه اللي بعدها هشتغل فيها عمودين في نفس المكان، واحد والتاني في نفس المكان. يبقى انا كده كونت زاويه. تمام، هتوضح معانا دلوقتي لما نكون الضلع اللي بعده. نفس اللي كوناه في الضلع ده هنشتغله هنا. اول غرزه هتقابلني عمود، الغرزه اللي بعدها نص عمود. تمام، الغرزه اللي بعدها الثلاثه اللي بعد كده 3 حشو. دي كده اول واحده حشو، اللي بعدها واحده حشو، واللي بعدها واحده حشو. تمام اهو. بعد كده ارجع اعكس بقى واحده نص عمود، بعد كده واحده عمود. تمام، اكون زاويه جديده. الزاويه هشتغلها ازاي؟ هاجي في الغرزه دي اللي عليها الدور وهشتغل فيها غرزتين عمود، واحد والتاني في نفس المكان. يبقى هنا كده غرزتين عمود في نفس المكان، بعدين سلسلتين ارتفاع. الغرزه اللي بعدها هرجع اشتغل فيها عمودين، واحد والتاني في نفس المكان بالشكل ده. هكرر بنفس الطريقه عشان اكون الزاويه اللي فاضله. هنا اول غرزه هتقابلني هشتغل فيها عمود، بعدين نص عمود، بعد كده 3 غرز حشو، بعد كده نص عمود، بعد كده عمود، بعد كده اكون زاويه. الزاويه اللي هي بكونها عباره عن عمودين، سلسلتين، عمودين في الغرزه اللي بعدها، وبكمل الضلع الفاضل بنفس الطريقه. هخلص كده لحد اخر السطر وارجع لكم. خلصت كده السطر بالشكل ده، واخر غرزه عندي كانت غرزه عمود. بعد كده دلوقتي هقفل السطر هقفله بغرزه منزلقه في ثالث سلسله من سلاسل الارتفاع. ادخل هنا كده واسحب غرزه منزلقه. تمام، بدأ شكل المربع يظهر معايا. دلوقتي هعمل سطر جديد، بس انا محتاجه ابتدي شغلي في الفراغات. فهاجي على العمود اللي بعده وهشتغل برضو غرزه منزلقه عشان اعدي كده واتنقل واقف في الفراغ. العمود او الفراغ اللي بعده هسحب فيه غرزه منزلقه. يبقى انا كده عديت بالمنزلقات بتاعتي عشان اقف في الزاويه بتاعه المربع. دلوقتي هعمل ايه؟ هطلع 3 سلاسل ارتفاع.
دول معايا بمثابه اول عمود في السطر زي ما احنا متعودين. دي زاويه هكرر فيها اللي كنت بعمله في الزاويه، يعني انا كده دي زاويه، انا كده عندي يعتبر عمود، هعمل عمود تاني. تمام. بعد كده هعمل سلسلتين، 1 2، وارجع في نفس المكان واعمل عمودين، 1 وارجع اعمل عمود تاني في نفس المكان. تمام كده. يبقى انا فوق الزاويه بشتغل زاويه جديده للسطر الجديد. هشتغل على كل الغرز اللي عندي عمدان لحد ما اوصل للزاويه، عمدان عاديه خالص. كل غرزه هتقابلني هشتغل عليها او عمود. هلاحظ كده ورايا اول غرزه معايا بتبقى مزنوقه شويه تحت الغرز القديمه، فانا اخد بالي منها وما اضيعهاش بالشكل ده. كل غرزه هتقابلني هشتغل عليها غرزه عمود واحده بس لحد ما اوصل عند الزاويه. تمام كده. خلص العمدان دي لحد ما نيجي للزاويه الجديده اللي هناك ونرجع نكمل. خلصت كده العمدان لحد ما جيت عند الزاويه اللي عليها الدور، وزي ما بشتغل في كل زاويه، الزاويه كده بشتغل فيها عمودين، سلسلتين، عمودين في نفس المكان. ده كده اول عمود، وهعمل عمود تاني في نفس الفراغ. تمام. اطلع سلسلتين ارتفاع، 1 2، وارجع اعمل عمودين تاني في نفس المكان، 1 والتاني في نفس المكان. يبقى انا فوق الزاويه بكون زاويه بالشكل ده. وهمشي برضو زي ما عملت من شويه، كل غرزه هتقابلني هشتغل عليها غرزه عمود، اجي في الزاويه واكرر زاويه جديده، بقيه الغرز عمدان، وافضل اكمل بنفس الطريقه لحد اخر السطر. الزوايا بعمل فيها زوايا، وفوق الغرز العاديه بشتغل غرز عمدان. اخلص السطر وارجع لكم. خلصت كده السطر، ودلوقتي برضو هقفل بغرزه منزلقه، ثالث سلسله من سلاسل الارتفاع بالشكل ده. تمام. السطر الجديد هطلع 3 سلاسل ارتفاع، 1 2 3، دول كده معايا اول عمود. وبعد كده الغرزه اللي بعدها اشتغل عليها عمود. بعد كده هنا هلاقي عندي الزاويه هشتغل فيها زي ما بشتغل في كل زاويه، بشتغل فيها عمودين، 1 العمود التاني، بعد كده سلسلتين، وارجع اشتغل عمودين تاني في نفس المكان، 1 والعمود التاني في نفس المكان. تمام. بعد كده هكمل زي ما عملت السطر اللي فات بالظبط، هشتغل على كل غرز اللي بتقابلني غرز عمدان، كل غرزه بتقابلني بشتغل عليها غرزه عمود واحد بس، وافضل كده كل غرزه بشتغل عليها عمود لحد ما بوصل عند الزاويه اللي عليها الدور. ولما تيجي عند الزاويه الجديده بشتغل فيها زي كل الزوايا عمودين، سلسلتين، عمودين في نفس المكان، واكرر نفس الطريقه لحد ما بقفل هنا بغرزه منزلقه، وبطلع سطر كمان بنفس الطريقه. الزاويه بشتغل فيها زاويه، والغرز العاديه بشتغل عليها فوق كل غرزه غرزه عمود واحد بس. تقدري تتحكمي بقى في حجم المربع بتاعك زي ما انت عايزه. انا هخلص السطر ده وهشتغل سطر كمان بنفس الطريقه، وبعد كده نرجع نكمل. خلصت كده المربع بتاعي بالشكل ده، وزي ما قلنا طبعا تقدري تتحكمي في المقاس سواء اكبر او اصغر زي ما انت عايزه. دلوقتي بقى عشان ارسم الملامح بتاع الوش بالشكل ده كده، هبتدي ان انا هجيب الخيط الاسود في ابرة التنظيف بتاعتي عشان ابتدي اشكل الملامح بتاعه الوش. هبدأ كده تقريبا من نص المربع، هدخل بالابرة وهبتدي بقى بالخيط الاسود كده هرسم هنا كده نص الدايره دي اللي هي هتكون شكل الابتسامه، بمشيها غرزه بغرزه كده كاني بعمل تطريز. تمام. هدخل كده بالابره تمام، هدخل مثلا افوت غرزه واطلع كده، ماشي، وهرجع هنا كده تاني عشان يبقى الجزء كله مرسوم بالخط اللون الاسود. تمام. هطلع مثلا هنا كده، يعني الفراغ اللي انا بسيبه من فوق ده كده برجع فيه تاني غرزه راجع كده، ماشي. وهكمل بقى النص دي كده، هفضل احدد كده لحد ما اوصل لقصاد الخط من الجنب التاني. انا طبعا مفوته الخط اللي فيه او الشغل اللي فيه الاختلاف بتاع اللونين، وبشتغل في السطر اللي من جوه ده. تمام كده بالشكل ده كده.
هاجي هنا بقى كده هعمل خط صغنن هنا باللون الاسود وخط صغنن باللون الاسود اللي هي بدايه ونهايه الابتسامه ما بين برضو الغرز كده. الشغل بتاعي بيكون ما بين الغرز. هدخل هنا كده بالشكل ده. ماشي. والجنب التاني برضو بعد ما اخلص كده ببدايه الخيط اللي انا سايباه هعمل برضو الخط التاني. وهنا كده هعمل العين، هوريكم كده شكل بس مبدئي ليها برضو هنا كده. وهعمل خط صغنن العين، والجنب هنا كده برضو واحد تاني العين. خلصوا كده واظبط الخيوط وافنش كل الخيوط الزياده نرجع نكمل مع بعض. دلوقتي بقى عشان ابتدي اجمع اجزاء الشنطه هجيب الجزئين اللي احنا اشتغلناهم، طبعا هم متطابقين عدد وكل حاجه. هبتدي ان انا كده احط الظهر على الظهر وبإبرة التنظيف، ودي تعتبر خطوه سهله جدا. وهبتدي ان انا هخيط 3 اجزاء او 3 اضلاع، وهسيب الجزئيه اللي من فوق دي كده مفتوحه. تمام كده. دي طبعا احنا اشتغلناها مع بعض قبل كده في اكتر من تصميم للشنط. هبتدي ان انا باخد الحلقات دي كده معايا، حلقه على الابره من هنا وحلقه على الابره من الجنب التاني، واسحب واخيط. تمام. هخلص الجزئيه دي كده هقفلها وارجع لكم. دلوقتي كده انا خلاص شبكت القطعتين بتوعي. بقى عندي دلوقتي كده ده الوش وده الظهر الجنب التاني اهو، وده الجزئيه بتاعه الخياطه. زي ما قلنا احنا بنخيطها عادي جدا بابره التنظيف، خياطه عاديه. تمام كده اهو. دلوقتي بقى هجيب الخيط بتاعي والابره نفس اللي انا كنت شغاله بيهم، وهبتدي ان انا هعمل ايه، هحدد كده اطار من فوق بغرز الحشو. هدخل هنا كده في الفراغ ده واوصل الخيط واسحب واطلع غرزه ارتفاع. همشي على كل غرزه هتقابلني هشتغل عليها غرزه حشو واحده بس. ابتداء كده من اول غرزه بتقابلني واشتغل غرزه حشو، اللي بعدها حشو، وهلف كده الاطار او الجزئيه اللي فوق دي كلها بغرز الحشو بالشكل ده كده. فوق كل غرزه بشتغل غرزه حشو واحده بس. اخلص كده السطر وارجع لكم. خلصت كده السطر اللي اشتغلت بغرزه الحشو، وجيت هنا كده عند البدايه اللي بداتها، وهبتدي ان انا مش هقفل بقى بمنزلقه هنا في اول غرزه اشتغلتها، لا انا هشتغل حشو على طول. برضو هعمل سطر كمان، هسحب كده واشتغل حشو على طول عشان يبقى عندي نهايه وبدايه السطر كده. الشغل يعتبر حلزوني ما فيهوش بدايه ولا نهايه، بيبقى شكله احلى في الشغل. وهبتدي بقى ان انا هشتغل عدد سطور زي ما انت حابه تعملي الارتفاع بتاع الشنطه من فوق، يعني ملهاش عدد معين. لو انت حابه بقى تكبري تقللي، هو سطر 1 2 زي ما انت حابه. تمام. هبتدي بقى اعلي هنا كده كذا سطر حشو زي ما انا اشوف المقاس يبقى مناسب، وبعد كده هقص الخيط وافنش ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله بقيه الاجزاء. تمام كده. خلاص الجزئيه دي وارجع لكم. خلصت كده الارتفاع اللي انا محتاجاه، وانا بالنسبه لي اشتغلت 3 سطور حشو اهو. تقدري بقى زي ما قلنا كده تزودي او تقللي زي ما انت حابه. هنا كده هعمل ايه، هقفل بقى بغرزه منزلقه في اول غرزه في الاول خالص كنت اشتغلت بيها. لو كنت حابه تحطي علامه عشان تعرفي بدايه السطر من نهايته مفيش مشكله. تمام. دلوقتي بقى هعمل ايه، هكون بقى اليد على طول كده وانا واصله الخيط، بدل ما اقص واوصل بعد كده. ممكن طبعا تشتغلي اليد بالكروشيه، ممكن توصليها بسلسله معدن لو انت حابه زي ما انت حابه. هطلع سلاسل ارتفاع، وطبعا سلاسل الارتفاع دي بتتحدد حسب الطول البنوته اللي انت عامله لها الشنطه، يعني مش عدد معين. هفضل اشتغل سلاسل الارتفاع لحد ما اوصل المقاس اللي انا محتاجاه ونرجع نكمل. اشتغلت كده طول السلاسل اللي انا محتاجاها، وهبتدي بقى ان انا هاجي الجنب التاني وهوصل السلسله بتاعتي في الجنب التاني بتاع الشنطه. بس لازم اكون متاكده تمام ان السلسله معدوله، ما تكونش لفت معايا ولا حاجه. هسحب كده منزلقه عشان ما تفلتش. تمام. يبقى انا كده وصلت، وهتنقل برضو بمنزلقه كده للغرزه اللي بعدها. انا كده ثبت اليد في الجنب التاني بتاع الشنطه، وهطلع غرزه سلسله واحده بس. بعد ما طلعت سلسله ارتفاع كده هبتدي ان انا هاجي على كل الغرز اللي عندي واشتغل عليها غرزه منزلقه. كل غرزه هتقابلني هشتغل عليها غرزه منزلقه واحده بس. طبعا ممكن تتحكمي في العرض بتاع اليد زي ما انت حابه تخليها اعرض من كده شويه، ممكن تشتغلي غرزه حشو، ممكن نص عمود، ممكن عمود زي ما انت عايزه. انا حابه تكون رفيعه شويه عشان كده هشتغل عليها غرزه منزلقه.
بالشكل ده. هخلص اليد لحد الاخر الجنب التاني، كل غرزه هتقابلني اشتغل عليها غرزه منزلقه، ولما هاجي الجنب التاني كده هقفل بمنزلقه في جسم الشنطه واقص الخيط الزياده وافنشه، وبعد كده نرجع نكمل مع بعض. لحد دلوقتي كده يعتبر تصميمنا الاساسي للشنطه خلص. احنا كده خلصنا اليد بتاعتنا، زي ما قلنا ممكن نعملها باكتر من طريقه. وده كده الجسم بتاع الشنطه نفسها، الوش والظهر. ممكن بقى يعني لو انت حابه تزيدي اي اضافات عن الشكل الموجود لحد دلوقتي تقدري تزيدي. ممكن تعمليها شراشيب من تحت مثلا من الخيوط والالوان اللي احنا شغالين فيها. ممكن تعمليها هنا كده دلايه شرشوبه مثلا. ممكن تعملي فيس سمايل صغنون كده وتعلقيه هنا. تمام. ممكن تشتغلي عليها غرزه زخرفيه على الحرف زي ما انت حابه. الديكور النهائي اللي ممكن تضيفيه للشنطه ده بيبقى حسب اختيارك وحسب ذوقك. واتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم النهارده. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتسيبوا لي رايكم في الكومنتات، وباذن الله نتقابل على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.